ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. الف مبروك، احنا ويسبر. ايه الاخبار يا انت وزبه؟ عرفت تحكم الكوميديا ازاي مع احداث المسلسل؟ كان في المواقف على الورق في حاجات بوادر لكل الحاجات دي، فلما قعدنا ابتدينا نضيف مع المؤلفه استاذ انجا ابو السعود والمخرج الاستاذ عمرو سلامه، فشاف ان هو ده ينفع ده ما ينفعش ما يتحطش وبتاع وبس، فالاضافات كلها كانت في مكانها بقى، يعني يا رب تعجب الناس. شخصيتك في المسلسل فيها شبه منك انت في الحقيقه؟ لا لان هي شخصيه مش كويسه فما اعتقد، لا يعني مش المفروض حد يقول، بس هي لا شخصيه فاسده قوي فمتهيألي محامي لا. فاسد صح؟ محامي فاسد. عمرك مره رحت لمحامي فاسد؟ لا يعني عمري ما قعدت مع محامي فاسد يعني، اصل هو لو فاز مش هيبقى نفسه فاسد. كلمني اكتر عن ماستر سين ليك في المسلسل اللي استناه. مش عارف، انا كنت حابب كل المسلسل، يا رب كل المشاهد تعجب الناس كلها بس. مين من الشخصيات اللي في المسلسل شفتهم على ارض الحياه على الواقع؟ لا هي الشخصيات غريبه شويه، وما اعتقدش ان في منها كتير في الواقع غير اكرم اللي بيلعبه توته، لان هو شخصيه المفروض منتميه للمكان وبتحب المكان وبتستلف وعليها ديون، فاعتقد ان معظم الناس كده، ان هي فكره ان هو قاعد في مكان بيحاول يشتغل وبيحاول يشوف مصدر دخل تاني عشان مصدر الدخل اللي هو فيه مش مكفيه، فاعتقد ان اكرم اشبه للناس اكتر يعني من كل الشخصيات. انا بشكرك جدا وبقول لك شكرا على المسلسل. شكرا.